السلام عليكم، ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض تتبيله البانيه. طبعا كلنا بنحب البانيه، وكمان الناس اللي عندها اطفال. طبعا ده اسرع اكله، هو الرز البسمتي، او ممكن ناكل معاه مكرونه. آه، هنقول بقى مع بعض المكونات. الطبق ده فيه ملح وفي فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، تمام، وده زعتر. هنا بقى انا هنا مش برمي قشر الليمون صراحه، انا بحطه في الفريزر، يعني باخد العصره بتاعته وبحطه في الفريزر. بستخدمه بقى للمشويات. تتبيله البانيه زي ما انتوا هتشوفوا مش بيبان، بالعكس ده بيخلي البانيه يعني بيوديكي في حته تانية خالص، يعني بيبقى جميل جدا. ومعانا توم. التوم طبعا ده لسه جديد، فانا واخداه زي ما هو صحيح كده. طبعا كده كده هيتضرب في الخلاط، فمش هيبان له القشر، مش هيبان اصلا. ومعانا بصلتين صغيرين، تمام. وده معانا البانيه بتاعنا، غسلناه وخليناه زي الفل، والخل، تمام. هناخد بقى ايه في الخلاط؟ هنضرب في الخلاط الليمون والبصل والثوم، وبعدين هنحط معاه البهارات دي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طبعا معانا معلقه شطه. الشطه ديت مفرومه، جميله جدا. هرس الشطه ديت، بس دي حراقه، يعني اللي بيحبها حراقه ماشي، مش بيحبها حراقه بلاش يحط. نحط بقى الخل، نحط شويه خل. اللي مستعجل يحط شويه خل حلوين، مش مستعجل يحط معلقه. بسم الله. تمام. نحط بقى شويه ميه صغيرين، وبعدين هنضربهم في الخلاط عشان ايه نحطهم على البانيه. بص بعد ما ضربناهم، بص القوام تقيل، فاحنا ممكن نزود شويه ميه كمان. الشكل ما شاء الله جميل، والريحه مش عايزه اقول لكم، يعني انا شم الريحه جميله جدا ما شاء الله. هزود عليها كمان شويه ميه عشان ايه تشرب البانيه، يعرف يشرب، وكل حته فيه تبقى طعمها تتبيله، وكمان يتغطى للاخر. هرجع بقى اضربه تاني في الخلاط. شايفين بعد ما رجعت ضربته تاني، بص كان بقى عامل ازاي، فك شويه. هنفضيه بقى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يغطي كل البانيه. هنقلبه بقى عشان ايه يشرب كل حاجه. كده احنا خلاص قلبناها كويس عشان تتبل كويس. اللي وصل معايا لغايه نهايه الفيديو، اتمنى تكتبوا لي في التعليقات اللي جرب الطريقه ديت طعمها ايه، وما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا متشكره جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.